عسلامة ومرحبا بكم. بما انه ان شاء الله يا ربي غدوة الحي رمضان، ربي يحيينا بألف خير. واليوم نهار القرش، شتيت كعيبات ملاوي خاطر الحاجة اللي نبخلوا عليها في رمضان، وعجة بكعبات عظم مروبين. في وصفتنا لليوم للملاوي نستحقوا 500 جرام فرينة، و500 جرام سميد، قد الفرينة قد السميد، وانتم اللي تتحكموا في الكونتيتي. مغرفة صغيرة ملح وماء دافي باش نعجنو بيه. نزيدو مغرفة الملح متاعنا، ونخلطو السميد والفرينة والملح بالباهي، وتوا نزيدو الماء متاعنا بشوية بشوية لين نلمو العجينة متاعنا. راهو السميد يشرب الماء بالباهي، هذاك علاش لازمكم تزيدوا الماء بالباهي وتعجنوا بالباهي بالباهي. هذاك هو السر متاع العجنة متاعنا. كما تراو العجنة متاعنا لازمها تكون طرية، ما تكونش يابسة وشايحة على خاطر السميد يزيد يشرب. وتويكية ندهن يديا بشوية زيت باش معاش تلصقنا في الرخامة، ونحلوها هكايا على شكل طولي، ونبداو نكونو في كعيبات الملاوي متاعنا. ناخدو طبق والا صحن والا اي حاجة واسعة، ونصبو فيها الزيت، زيت الزيتونة. لازم كعيبات الملاوي متاعنا يبداو غارقين بالباهي في الزيت. وكما تراو تبارك الله ما شاء الله شكلت لي 9 كعبات، ونقلبوهم مع الشيرة الأخرى باش يتزيتوا. ناخذو تويكية ساشي ولا بابيه سولوفان ونغلفوهم، ونزيدو من فوق منديلة، وتويكا نخليهم يرتاحوا نص ساعة لساعة، على قد ما ترتاح على قد ما العجينة تعطيك الطوع في حلينها من بعد. انا خليتها ترتاح نص ساعة، وتوا مش نوريكم سر حلين متاعها باش تجينا مورقة. ناخذو الكابورة متاعنا اللولانية، وندهنو الرخامة متاعنا بالزيت، ونحلو العجنة متاعنا بالباهي لين تولي ترانسبارون. ريتو كيفاه؟ تراو الرخامة متاعكم، حتى كانت نقبلتلكم كيف من هكاكا ميسالش. وتوا نطويوها بالطريقة هذي. هذي هي الطريقة والمرحلة هذي هي اللي مش تخلينا الملاوي متاعنا تجي مورقة. وخليت الطاجن متاعي يسخن على جنب، نوريكم كعبة أخرى كيفاش تتعمل. نحلوها ونطويوها الطريقة هذي نعملوها مع كعبتنا الكل. هذه الكعبة اللي عملناها في الأول، ناخذوها ونحلوها على شكل مربع ونحطوها على الطاجن متاعنا كي سخن. كيما تراو كعبة الملاوي متاعنا قاعد لونها يتبدل من فوق.
كي يتبدل لونها من فوق كامل واحنا نقلبوها. هذوما كعباتنا الكل مريقلين، ناخدو صحن ونرميو عليه منديلة ونحط عليهم كعباتنا اللي طابو ونرجع عليهم المنديلة باش ما يشعطوش وييبسوا. ما تنساوش باش تشتركوا بالقناة متاعي وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو وتبارتاجيوه مع أصحابكم. هوني شتيت زادة العجة ولا المشلوش ولا المشكشك، خذيت 4 كعبات طماطم حكيتهم بالباهي، وخذيت 4 كعبات طماطم أخرين قصيتهم هكايا مربعات صغيرات، هذوكم العظم اللي مش نعملوهم من فوق، وقرن فلفل قصيته جويدين، مغرفة طماطم، بصلة صغيرة وزوز سنين ثوم، ماء وزيت، وهذوما الفاحات متاعنا ملح، فلفل أكحل، تابل وكروية وفلفل أحمر، تنجموا تعوضوه فلفل أحمر بودر وإلا هريسة وإلا هروس، انتم اللي عندكم. تويكا ناخدو القلاية متاعنا نحطو فيها الزيت لين يسخن، ومن بعد نحطو الطماطم نحركوهم شوية من بعضهم. نزيدو الفلفل، الفلفل خليوه فيه الزريعة باش يعطي الحرورية في المشلوش، البصل والثوم، مغرفة الطماطم، والماء. ونحاولوا نحلوا الطماطم متاعنا. نزيدو تويكا اللفاحات متاعنا ونخلطو بالباهي باش الفاح يتوزع على الخليط متاعنا الكل. هوني حسيت اللي العجة متاعي شايحة شوية، هذاك علاش مشيت زدتها شوية ماء.
نغطيوها ونخليوها تطيب في راحتها لين الطماطم متاعنا تذبل. هزيت الميانات باش نغسلهم، هذوك مكعبات العظم خليتهم على جنب باش من بعد نستعملوهم. حبيت نوريكم مكعبات الملاوي متاعنا كي حضروا، شوفوا تبارك الله مخفهم ومطراهم وكيفاش جاو مورقين. توا بريسك المشلوش متاعنا طاب، نزيدو كعيبات العظم متاعنا. ونغطيهم لين كعيبات العظم يطيبوا. واخيرا طابت، ما نحكي لكمش على الريحه مش نورمال بالنبنة. هذاك علاش ننصحكم باش تجربوها. هذه العجة متاعنا الحاضرة، زدتها رشة بصل من فوق، شوية معدنوس، وهذوما كعيبات الملاوي متاعنا. من اول ما بديت نطيب وانا نستنى في اللحظة هذه. حبيت نقول لكم رمضانكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم بخير، ان شاء الله تصوموا بصحة البدن، وما تنسوش باش تشتركوا بالقناة متاعي باش نهبط لكم وصفات وحلويات رمضانية. وشكرا، بسلامة.